ازيكم يا اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. وطبعا انا عارف ان ما بنزلش فيديوهات، او ما انا صح كنت بخلص النسخه وكده. تمام. لو انا قلت لك ده افجر نسخه في مجالك تم، هتقول لي انت كذاب. هتقول لي ازاي افجر نسخه في مجالي؟ ما ده منزل نسخه وده منزل نسخه وده منزل نسخه. هقول لك هتشوف بنفسك دلوقتي. تمام. طبعا دي نسخه مافيا فيرجن 36. طبعا انا هبدا انزل نسخ نفس النظام. تمام. طبعا لو لقيت اي نسخه مكتوب فيها فيرجن مثلا 36 37، تعرفوا ان النسخه دي دمار. تمام. تمام. طبعا يا اخواتي النسخه دي باسورد هقولهم رقمين في رقمين. تمام. تمام. طبعا ده شكل النسخه من بره كده بالوضع الفاجر الفشيخ ده. تمام. بتخش كده. تمام. بيفتح معاك الطريقه دي، بيقول لك خش يا اخويا شوف النسخه وقول لي رايك. كلها نجوم بس مش كلها بتلفت النظر، يعني شغل افشخانات كده يعني. تمام. طبعا شتات، جروبات، الستوري، المكالمات. اول حاجه كده نخش مثلا هنا كده، هنبص نلاقي هنا الريتش يا مشهور 3000. طبعا دي فيها اول حاجه كده تزويد مشاهده الستوري. اه. اوريكم حاجه بس كده قبل ما نخش في النسخه، معلش. طبعا واحد جاي بيقول لي ولا، فبقول لي امسك دي كده، فبعت لي رقمي هو مفكوك، فبقول له ازاي اهطل، فراح بعت لي ليه ان هو اللي طيرني يعني. تمام. فالرسائل طبعا ما كانتش واصله عندي، فبقول له الرقم ده طاير وربي من حوالي بتاع 5 6 ايام. حتى بص التاريخ، يعني التاريخ اهو 12 فبراير 2023. 12 اهو. النهارده كام؟ 21، يعني بقاله بتاع سكة 9 ايام طاير. تمام. فلقيته بيرد عليا بيقول لي هموت انا اللي مطيرك. فمش عارف اقول له ايه، بس ما علينا. ده طبعا شغل حكاكين واحنا ملناش دعوه بيهم. تمام. تمام. نخش اول حاجه كده. طبعا دي انا ميزه اضافه اكتر من 50 حساب. طبعا دي بقى خانة البحث. هنا طبعا وضع الطيران بتدوس عليه كده، بيقول لك وضع الطيران للنسخة. اثناء تشغيل وضع الطيران تتمكن من ارسال استقبال الرسائل. دوس على الثلاث صورات دول. طبعا اول حاجة كده عندك خصوصية، والخصوصية رقم 2، وكلم رقم مش متسجله يعني كده، متسجل يعني. وعلى تشغيل الواتساب، واعمل جروب جديد، واعمل بي سي، افتح ويب واضرب. مش هكمل عشان يبقى استغفر الله العظيم. تمام. طبعا دي الرسائل المميزة بنجمة، وهنا الاعدادات. طبعا نيم يا جدعان الجديد. تمام. ثانية واحدة. نيم الجديد مافيا غشيم المزعجين. تمام. طبعا ده التيم بتاعنا، بإذن الله أنا وأخويا وزيكس. تمام. وبإذن الله نكمل في التيم ده مع بعضينا. طبعا هنا النيم يهطل، والخبر، والرقم فونك. تمام. طبعا هنا بقى يا اخويا بدل ما يقول لك هنا مشغول ومرحبا استخدم واتساب، هنا مين جالي في مجالي دي كلها مش عارف ايه، شغل افشخانات. تمام. تمام. طبعا هنا دي لو انت عايز تعمل تحقق والشغل ده كله، طبعا فكك من دي. هنا الخصوصية، الخبر، والستوري، والكلام ده كله. هنا طبعا الشتات. طبعا هنا الوضع الدارك والوضع الدارك مود. وهنا الصورة بتاعت البروفايل. تمام. تمام. طبعا في ملحوظة صغيرة. طبعا النسخة دي اول ما بتخش عليها تلاقي الشتات والجروبات مع بعض، فانا اقول لك انت هتجيبها منين، عشان ما تقعدش تقول لي انا مش عارف افصل الشتات عن الرومات والكلام ده كله. طبعا انا ده الاباوت بالشكل الجامد ده. لو راحت عليا ما كانش زمانك بتتفرج عليا، يعني شغل فاخر من الاخر. طبعا هنا الخصوصية التانية. هنا اضافة اكتر من 50 حساب، جدول الرسائل رد التلقائي، رسايل المجموعة، شوف مين عمل لك بلوك. تمام. تمام. خش على كلمة الخصوصية بقى، دي أول حاجة. خصوصية البلس والباسورد، عمل قطع نت. تمام. واخفاء اخر ظهور، اخفاء اعادة توجيه. خصوصية المكالمات، الخصوصية اخفاء مشاهدة الستيت اللي هو الستوري يعني، منع حذف الستوري، اخفاء زر تنزيل الستوري، منع حذف الرسايل، عرض اكثر من مرة، اظهار الصحيح فقط بعد الرد. تمام. تنظيف النسخة، لو انت عايز بقى تنضف النسخة كلها اللي كان فيديوهات صور فيها والكلام ده كله، النسخة اللي يحتاجوا الاستعادة لو انت عايز تركب ملف بسرعة. اضافات النسخة، اعدادات باتا. طبعا هنا دي الالوان بتاعت النسخة، لون الخلفية اللي هو اللي بره، ولون النص.
تمام. وطبعا دي النغمات، هنا خطوط النسخة. طبعا هنا دي خطوط النسخة كلها زي ما انت عايز. لو عايز تغير برضو شكلها فيسبوك وايفون الشغل ده كله. تحركات النسخة، طبعا انا هنا تحركات النسخة اهي، اي حاجة مثلا. تمام. خد اول رقمين في الباسورد 20 يا اخويا، اول رقمين في الباسورد 20. تمام. غير اسمك اللي جوه الشات اللي هو مكان مافيا اليوتيوبر. غير اسم الواجهة الخارجية. حط اسم اللي انت عاوزه للجروبات. حط الاسم اللي انت عاوزه للمكالمات. حط الاسم اللي انت عاوزه للشتات. حط الاسم اللي انت عاوزه للستوري. تفيك عدد الرسايل وتفيك عدد الرسائل طبعا هنا في الجروبات، وهنا في الدردشة. طبعا انا هوريكم حاجة بسيطة. هنا عندي دردشة واحد، وهنا 28 الجروبات. تمام. تمام. خش على اضافات النسخة. تمام. اسماء. عدد الجروبات نخليها مثلا 200. وهنا عدد الرسايل اللي هي الدردشة نخليها مثلا 100. ما علينا. تمام كده 100 و200 زي ما انتم ما شايفين كده، او 200 الجروبات و100 شتات، ورغم ان مفيش اصلا شتات اللي هو شات واحد. تمام. تمام. طبعا نكمل بعد كده بعد اضافات النسخة واسماء الواتساب. تفيك ده نلغيها خالص اهو. اهو. تمام. لغيتها خالص اهو. تمام. زراير الفيروس والدمار دي سيبها عشان دي اخر حاجة اصلا، يعني دي اخر حاجة. حالة الانستجرام لو انت عايز تخليها شكل الانستجرام. انماط الصفوف عندك 1 و2 و3. انماط تانية. اخفاء دردشة المؤرشفة. شوف مين فاتح واتس. فصل الشتات عن الرومات، يعني انت دلوقتي كده هقول لك تجيبها ازاي. طبعا ده انت اول ما بتخش على النسخة بتلاقي ده على ده كده، انت عايز تلغيها فبتقوم دايس على ال3 نقط دول، كلمة الخصوصية واضافات للواجهة. بتدور كده عند كلمة رأس فصل الجروبات الشتات عن الجروبات يعني. وهنا اضافة اكتر من حساب. عرض وضع الطيران. تعطيل الدردشة المخفية، يعني انت لو عايز في دردشات انت خفيها او رومات، يعني حاجات افشخانات كده سيبك منها. اضافات الشتات. موقف الاختصارات اللي هو الشريط وكده. اختصار في المحادثة مفعل اللي انا هوريهولك دلوقتي. لون الرسالة بتاعتك زي ما انت عايز، انا مخليها اللون ده. لون الرسائل بتاع صاحبك. لون اللينكات وغيرها. نص الكتابة اللي هو اخفي دائرة الكتابة النصية المعروضة في الزاوية اليمنى العليا من شاشة المحادثة. عرض حالة الاتصال. إظهار سطر حالة جهة الاتصال تحت العنوان في المحادثة. تعطيل النقرة مرتين لو انت عايز هنا الرياكت النسخ اللي هو انت عم بتجي تدوس مرتين على اي حاجة انت بعتها حد بعتها لك، فانت بقى بتحدد الايموشن اللي انت عايزه. يعني مثلا نخلي الايموشن ده ونفعله او نخليها كده ما علينا. تأكيد الرسالة الملصقة. عرض رمز الأدمن. قم بإعدادات الصورة في الفقاعة اللي هو الكلام ده كله، يعني ايه شغل كده سيبك منه. طبعا بتخش مثلا على اي نسخة كده على اي شات. طبعا اهو ده بتاعنا، ده بتاعه هو اللي هو الرسائل بتاعته. تمام. طبعا ده شكل الشات هنا المافيا اليوتيوبر لو ده انت عايز تغير النيم. طبعا هنا ده تذكر لينك قناتي شيرها في كل الرومات اللي عندك عشان طبعا انا استمر في نشر مزيد. طبعا انت دي اختصارات اللي قلت لك عليها اللي انت جوه الشات. لما تقعد تخرج وتخش اي شات تاني لا انت بتبقى جوه الشات بتدوس على دي. تمام. الرومات بقى الشتات اللي انت عايزه اي حاجة انت عايزها من دول، يعني مثلا الديزل اي حاجة من دول كده اهو ما علينا بتظهر لك وكده. تمام. طبعا نخش بقى على زرار الفيروس والدمار. يعني انا كده لسه فيها حاجات تانية، يعني انت لسه اصلا ما شفتش يعني الصفحة دي كلها معناها صح. زرار الفيروس والدمار. حصانة من فيروس. عدم التهنيج من فيروس الصور الانمي. وعدم التهنيج من فيروس الصوت. وعدم التهنيج من فيروس الستوري. عدم التهنيج من فيروس الكتالوج. وعدم التهنيج من فيروس الروابط. وعدم التهنيج من فيروس المستند. ده لو اصلا ده لو النسخة هنجت معاك والنسخة وربنا ما هتهنج. يعني انا ما استغفر الله العظيم عمل لك حاجات غريبة الشكل يعني هقول لك ايه بس تمام. انزل ارزع لايك بقى. تمام. وحط كومنت كده حلو عشان احبك. وشير لينك الفيديو عشان ما امسكهاش اطلع كده يعني فاهم. هنا تسريع الواتس. وهنا تحسين صفحة الويب. تحسين اقفال اللي هو سيتم تعطيل قراءة جهات الاتصال في جهات الاتصال اللي هي الكلام ده كله. ركز معايا. هنا تصفية الروم بكلمة واحدة. لما تكون في روم ومشرف اكتب الكلمة دي اللي هي اللي بالانجليزي دي
اهي. تمام. والكل في الروم هيخرج وهتكون جامد، يعني هتكون جامد فشخ ولا. تلقي هجوم من جهات الاتصال، قم بمحاكاة هجوم تأمين إرسال ملف اللي هو ده في محادثة. لو انت يعني عندك حد يعني كده يعني. ضرب كونكتات، عندك كتابة 41 سوف يتم، المفروض أصلا سوف يتم ضرب كونكتات 41 في 20 رسالة اللي أنا هوريها لك دلوقتي. طبعا كده مبقاش متفعل، فانت هتفعله وتفعله كده. اعمل منشن للروم كله، رد التلقائي على منشن. يعني مثلا حد بيعمل منشن في الروم، انت لو كتبت هنا مثلا اي كلمه مثلا بعت له دي، اول ما يعمل منشن في الروم هيشد على ريبلي على طول ويبعت له حسب اللي انت عايزه. نقل الرسائل من الجروب لكل الاعضاء في الروم. يعني مثلا طبعا انت لو عندك نسخ احتياطي، تمام عشان وقت الفيديو، فلو انت عندك نسخ احتياطي عندك ما عندكش، بايه؟ بنسخ شامل مثلا بتحدد اللي احنا عايزينه، اللي هي الكلمة دي مثلا. تمام. نيجي عاملين كده، وانا خرجت من غير قصدي، ما علينا. تاخد الكلمة دي كوبي وتروح ترميها يعني مثلا بتبعت لينك في الروم. تمام. وتشد على ريبلاي وتبعت الكلمة اللي بالانجليزي دي، كل اللي في الروم كله، اللينك اللي في الروم كله او اللينك اللي انت بعته في الروم بيتحول لكل الاعضاء في الخاص ومن غير ما تطير. فتح الجروب المقفول. تمام. دي هوريها لك دلوقتي عشان متجيش تقول لي انت بتفيك والشغل ده كله. انا عارف انت هتقول لي بتفيك. اي روم تيم الجاحدين، لا، اي روم تاني يكون مقفول. ده مفتوح، ده مفتوح برضه، ده مفتوح. فين الروم؟ اهو روم. يعني ده مثلا احفظوا الاسم يا جدعان، ده اللي هو ده، خليكم حافظين بقى وخلاص. تمام. خش هنا اهو، عشان انت تقول لي انت بتفيك وانا عارف والناس الهبيده دي. اهو فتح الجروب المقفول من غير ادمن، انا بقوله من غير ادمن. فين اللي احنا كنا فيه؟ اهو، اهو يا جدعان. تخش، تمام، اهو ما يظهرش، تعمل عليه تشغيل للنسخة. تمام. طبعا النسخة اخرت اهي، وبتخش تفعل حاجة تاني معاها عشان يظهر ان انت اصلا واخد ادمن في الروم. طبعا انت فعلت فتح الجروب المقفول اهو، ودي زرار برضو نهاية الجروبات، يعني كده زرارين. يعني انت بتفعله تعمل ابلاغ وخروج من البار، وكله هيخرج في الروم. لازم تكون مشرف، وضع علامة البحث التوجيهية، ازالة المنشن من الروم. يعني لو حد عمل منشن مش هيظهر لك. طبعا هنا هتكون مشرف في الجروب بس فيك. تمام. ده غير فتح اي جروب مقفول. تمام. فين؟ اهو يا جدعان، اهو يا جدعان فتحته والله اهو، فتح اهو، ابعت اي حاجه اهو. تمام. تمام. طبعا هنا انا مش ظاهر اصلا ان انا ادمن، بس انا فتحت الروم. انا مش ظاهر ان انا ادمن بس فتحت الروم. تمام. تمام. طبعا بقى نلغي ايه، وطبعا ضرب الكونكتات ده اوريها لك دلوقتي حالا. وطبعا هنا نقل الرسائل من الجروب لكل الاعضاء، دي طبعا انا مش هينفع افتح نت عشان الحاجه اصلا، او ما علينا. ناخدها كوبي الاول عشان انت هتقولي انت مفيك، انا عارف. اهو نقل، ناخد الكلمه دي كلها كوبي ما علينا، وتخش مثلا ترمي لينك قناتي، نخش ناخدها مثلا من هنا اهو، نسخ. ونقول مثلا ايه، فين الروم بتاعي؟ نفتح النت الاول، الروم بتاعي، روم ارقام فين. تمام. طبعا النيم الجديد زي ما انا قلت لكم، خدوا لينك قناتي، خشوا اشتركوا، اشتركوا. تمام. انا هرمي لهم لينك قناتي دلوقتي اهي، اهي. طبعا توصل في الروم. طبعا النت اصلا كده كده ضعيف عندي، النت مش شديد، بس ما علينا. ده اللي عايز تغيره. النت ضعيف، النت ضعيف. طبعا معلش والله اصلا كده كده النت ضعيف. تمام. نقفل النت بقى عشان ايه؟ التليفون كله واقف اصلا. تمام. نخش نكمل.
طبعا يا اخوات انا قلت لو الفيديو بتاع طريقة عمل ارقام فيك وصل ل50 لايك، ده 50 لايك يعني احنا اللهم صل على النبي 1700 وحاجة اخ واخت يعني. 50 لايك دي يعني لو كل واحد، هما تقريبا جايبة 200 مشاهدة او 300 مشاهدة، يعني برضه الريتش وحش. بس لو كل واحد عمل لايك انا هنزلك طريقة عمل ارقام فيك. ما انا كده كده طالما انتوا اللي قلت لكم عليه اصلا عملتهولي، فانا كده كده انزلك اصلا طريقة العمل ارقام فيك، هنزلك اللينك او هصور لك فيديو تاني وانزلك البرنامج. تمام. ولو لقيت الريتش عندي حلو ولقيت اللايكات حلوه والكومنتات حلوه، ما انا مش هنزل لكم حاجه بباسورد اصلا، ما انا هقول لك لينك الفيديو مباشر. بس عارف انت بتقدرني ان انت هتعمل لايك، هتكتب لي كومنت حلو، هتشجعني، بس مش اكتر. تمام. كده احنا وصلنا لغايه هتكون مشرف في الروم. هنا عكس الرسايل لحظر الارقام، طبعا دي يعني ايه كده. حذف تلقائي للرسائل الجديدة. الحذف التلقائي لجهات الاتصال المتعددة. إزالة 75% من حجم الواتساب، عند تنشيط هذا الزر سيتم إلغاء الموقع والكتالوج والدعوة والنص واحد إقراض وربما بعض الأطفال الأخرى فقط عند الاستلام. وضع علامة التحقق في الرسالة للجروب. حذف الحالات لتخفيف النسخ. إضافات الإبلاغات. ركز بقى معايا. هنا عكس جهات الاتصال المتعددة. عند تنشيط إذا أرسل شخص ملاك جهة اتصال المقفلة فتتعيد القفل تلقائي، مما يؤدي إلى فسخه تلقائي. عكس جهات الاتصال المتعددة. يعني مثلا أنت في شات واحد راح بعت لك رسالة، هي هتتبعت له تاني 8 مرات. وهنا عكس الاتصال واحد، عكس الاتصال في 8. تمام. اللي هو يفعل نفس الزر العلوي فقط 8 مرات أطول. قم بتنشيط الزر أعلى لاستخدام هذا الزر. عكس الرسائل عند التنشيط. إذا ارسل إليك شخص ما رسالة فسيقوم بإرجاع الرسالة تلقائية، وبالتالي إرسال رسالة تلقائي. عكس الرسائل في 8 يفعل نفس الزر العلوي فقط 8 مرات أطول. يعني يا اخواتي مش عارف انا اقول لك ايه صراحة. يعني النسخة انا مش شايف اصلا ان هي عايزة حاجة تاني للمجال. يعني قطع النت موجود، تصفية الرومات موجودة، يعني بدل زرارين. حاجات مش عارف اقول لك ايه يعني. وربنا تستحق يا جدعان لايك وشير حلو فعلا للفيديو. تمام. طبعا احنا هنجرب الكونتاكتات اهو. كلم رقم مكسل تسجله، نبعت نكتب اي حاجة كده. تمام. ركزوا معايا، انا ببعت اي حاجة اهو بتوصل. عند كتابة 41 وتبعتها تترمي كونكتات. تمام. الكونكتات دي اساس اصلا 41 كونكت، بس طبعا انا عامل حاجة تانية يعني مزود. المفروض اللي هم 41 كونكت، بس طبعا انا مزود صفرين وحاجات كده غريبة. تمام. تمام. طبعا الكونكتات اهي، النسخة اهي بتقلب اهي. الكونكتات هي بتقرا كونكتات على فكرة. ثانية واحدة تلاقي بتقرا كونكتات اهي. قرأت كونكتات يا جدعان اهي. تمام. تمام. طبعا هنا في ميزة تاني برضه. يعني مثلا هنا انا مسجل، المفروض ان انا مسجل 152، لا انت مسجل 15200 واحد، يعني دول كلهم مسجلهم يعني. يعني يا اسطى انا عامل معاك فوق الصح في النسخه يا اسطى. ده غير الصوره طبعا بقى اللي في الشات دي. يعني انا اصلا عامل معاك فوق 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 الصح. تمام. والنسخه دي يا اسطى ما بتهنكش وربنا من حاجه، والله ما بتهنج من حاجه. انا اهو طبعا عشان تحركات انا التليفون بتاعي كده كده بيهنج. انا اهو جواه. يعني انا فاتح النت اشد على رجلي اصلا، بس انا مش هينفع اشد على رجلي عشان الرساله ما وصلتش. يعني انت عايز ايه؟ الولية دي عجوزة لكن صحتها كده. صل على النبي. بركاتك يا ابن الفقرية. الاسعاف يا جدعان، حد يشوف لنا الاسعاف. اسعاف ايه ده؟ انت راجل مبروك. طبعا انا قفلت الفيديو عشان حد رن عليا وكده. تمام. بس مكمل معاكم عادي. طبعا انا كده، طبعا ده تقليب النسخة. انا كده خلاص بشطب يعني في نهاية الفيديو. طبعا انا عارف الفيديو طول والله، بس معلش. طبعا دي مميزات النسخة. نسيت اوريكم حاجة معلش برضو. خش هنا كده. بص بقى هنا بيقولك خش هتجيبك حساباتك. تخش هنا لو خش هتجيبك كده بيقولك مش بتهنج من اي فيروس، مش بتهنج قطع النت، مش بتهنج ضغط رسائل النسخة اللي بتوع الشير، مش بتهنج من الكول كراش، بتعمل قطع نت بتصفي الروم بكلمة، بتحرق اي نسخة بمكالمة. طبعا كنت المفروض ان انا ضايف فيها اصلا، بس طبعا ما اشتغلش، حقكم عليا انا. تمام. وبس خلاص. وطبعا اخر رقمين في الباسورد
اخر رقمين في الباسورد. بس قبل ما اقولهم انزل اعمل لايك بقى، عشان بص هتلاقيني جاي بمسكك على طول يعني. هموتك. انزل اعمل لايك واشترك. هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هاتولي الكلب ده. كل جديد طبعا. انت لو مشترك الغي الاشتراك واشترك تاني وفعل زر الاشعارات، عشان طبعا الاشعارات توصل لك وكده. تمام. طبعا اخر رقمين في الباسورد 30. اخر رقمين في الباسورد 30. طبعا انت ما سمعتش اول رقمين بقى، ده بره عني، ارجع اسمعه. خلصانه. سلام يا اخواتي.